جهزت عزومه كبيره لحماتي وفي الاخر حرقت دمي وما عجبتهاش، وقالت ان هي مش هتيجي اصلا. اول ما جوزي قال لي ان حماتي هتطلع تفطر عندي، جيت كده قبل ما انام ساعه بعد السحور، رحت مطلعه اللبن على الرخام علشان يفك، وطلعت الحاجات اللي انا هعملها في العزومه. طلعت كيس كفته رز، وطلعت كيس كفته عاديه اتعمل كده في الفرن مشويه، وطلعت كيسين فراخ يتعمل برضو في صينيه في الفرن. فالمهم بقى صحيت كده وبدات ان انا اجهز الحاجه، اشيل اللبن من الاكياس بتاعته واحطه في طبق، احط الكفته في طبق وكفته الرز في طبق عشان ابدا اعجنهم بقى واصبعهم. اطلع الفراخ كده، بس بصراحه حسيت ان قطع الفراخ هتبقى كتير، فخرجت كيس واحد وقطعه واحده كمان من الكيس التاني، ما اخدش الكيس التاني كله بصراحه. فالمهم بقى وقفت ان انا اجهز الحاجات دي، وقفت بقى اصبع الكفته واعمل كل حاجه. في طلعت حماتي تشوف بقى وتتمم على الاكل وكده، لان كمان هتجيب خطيبه ابنها معاها، بس محدش قال لي على موضوع خطيبه ابنها دي. فالمهم بقى اول ما شافت الاكل كده استقلته وقالت لي لا انت كده